النادي الإفريقي يعيش على وقع لحظات حاسمة. جماهيره على أعصابها والإدارة في حالة استنفار قصوى. وقبل أن نبدأ، إذا كنت من عشاق النادي الإفريقي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. يوم الأحد القادم الإفريقي أمام اختبار مصيري ضد اتحاد بن قردان، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فإما أن تكون آخر فرصة للمدرب فوزي البنزرتي كي ينقذ نفسه، أو أن تكون صافرة النهاية لمسيرته مع الفريق. البنزرتي الذي تعول عليه الجماهير لقيادة الإفريقي نحو القمة يعيش تحت ضغط رهيب. النتائج لم تكن في المستوى، والأداء بعيد كل البعد عن طموحات الجمهور. المرتبة الأولى في البطولة بدأت تبتعد، وأمل المنافسة على اللقب يتلاشى شيئا فشيئا. من الكواليس الساخنة داخل الإدارة تصلنا معلومات مؤكدة. الاتصالات انطلقت فعلا مع أكثر من مدرب، تونسيين وأجانب، والأسماء الأقرب هي المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو الذي سبق له أن أشرف على الترجي الرياضي التونسي. والاسم الآخر الأكثر ترقبا هو دافيد بيتوني، المدرب السابق للإفريقي والذي ترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير. وليس هذا فقط، إدارة نادي قررت اتخاذ قرارات صارمة تجاه بعض اللاعبين. التصرفات غير المسؤولة والاستهتار في المباريات لن يقبل بعد اليوم. أسماء قد تعاقب، والرسالة واضحة: قميص النادي الإفريقي أكبر من أي لاعب، ومن لا يتحمل وزنه فليغادر. إذن نحن أمام لحظات نارية في تاريخ الإفريقي. مباراة الأحد ليست مجرد مباراة، بل قد تغير مصير المدرب، مصير اللاعبين، ومصير موسم كامل. جماهير الإفريقي تنتظر، والكل يترقب. فهل سينقذ البنزرتي نفسه ويعيد الأمل، أم أن ساعة الحقيقة قد دقت؟